مستشفى الأختان باج بشلف ينضم إلينا على المباشر مفادنا إلى هناك توفيق الأمير ضيف الله. صباحك سعيد توفيق. رصدت لنا منذ أمسية أمس تصريحات لعائلة الفنان عز الدين الشلفي. اليوم أنت تتواجد بالمستشفى قبل نقله إلى المنزل وطبعا مراسم دفنه. إليك الخط توفيق. نعم، صباح الخير زميلتي هاجر، صباح الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، متابعي تلفزيون النهار. ما زلنا في تغطيتنا المباشرة والمستمرة للحادث الأليم للمتمثل في وفاة الشاب عز الدين الشلفي المعروف عابد بن عودة، المعروف بعز الدين الشلفي، الذي فارق الحياة عصر أمس الأربعاء عن عمر ناهز 44 عاما. نحن الآن كما ذكرت متواجدون في مستشفى الأخوات باج بولاية شلف. معي دكتور رئيس مصلحة الاستعجالات ورئيس المجلس العلمي بمستشفى الأخوات باج ليطلعنا على مزيد من التفاصيل حول وفاة الشاب عز الدين. دكتور صباح الخير. السلام عليكم. نعم، هل في ربما تذكرنا توقيت وصوله إلى هنا، ظروف الوفاة؟ في مساء يوم 6 فبراير من عام 2019 على حوالي الساعة 11:10 صباحا قامت مصلحة الحماية المدنية بإجلاء السيد بن عودة عابد أو المدعو الشاب عز الدين إلى مصلحة استعجالات الطب لمستشفى الأختان باج. في الوقت اللي حضر إلى المصلحة قام الأطباء بمعاينة المريض الذي كان في حالة شبه غيبوبة. قاموا بالفحوصات اللازمة والإجراءات اللازمة والتحاليل اللازمة من أجل تشخيص حالة المتوفى. بعد ظهور نتائج الفحوصات الأشعة ظهر أنه الفقيد كانت حالته شوية حرجة، باش تفهموا بصفة أخص نقولوا باللي كان في حالة باللغة العربية جلطة دماغية، باللغة الفرنسية نقولوا AVC du tronc بازيلار، وهذا البرونوستيك اللي ان بو موفي. الحالة تاعو كانت غير مستقرة، أنه دهورت في بضع ساعات مما أدى إلى الوفاة، والوفاة كانت وفاة طبيعية. توفى حوالي الساعة 3:45 مساء. قضاء الله كان أسرع. الطب في حالات مثل هذه ما عنده ما يقدر يزيد، درنا اللي علينا والله يرحم الفقيد. الله يرحمه. شكرا جزيلا. شكرا دكتور. في انتظار زميلتي هاجر نقل جثمان الشاب عز الدين الذي توفي أمس كما ذكر دكتور في حدود الساعة 3:45 هكذا. ما زلنا في تغطيتنا المباشرة إلى غاية مواراته الثرى التي ستكون على حسب ما علم بعد صلاة العصر في مقبرة بين منطقتي الشقة ونعم في ولاية شلف. جزيل الشكر لك توفيق الأمير ضيف الله، كنت معنا على المباشر ولضيفك كذلك.